ازيكم يا ابطال في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن شخصيات شريرة اتصنعت بسبب ابطال القصة نفسهم. يعني بطل القصة عمل حاجة ادت لان الشرير ده يبقى ما هو عليه اصلا، والفكرة دي باين ان معظمكم مطالب بيها، وانا اكيد يعني ما اقدرش ارفض لكم طلب. فمن غير ما اطول عليك صلى على النبي ويلا بينا نبدا الفيديو ده. سيندروم من ذا انكريدبلز، قصة بودي باينز اللي بقى بعد كده السيندروم، هي واحدة من اكتر القصص المرعبة في عالم الرسوم المتحركة، لانها مش مبنية على رغبة شريرة في السيطرة على العالم لمجرد الشر، ولا مبنية على جنون مفاجئ. دي مبنية على حاجة إنسانية جدا ومؤلمة، الصدمة النفسية الناتجة عن الرفض من القدوة. ولا مش قصدي على قدوة اللي كلنا عارفينه، أنا قصدي إن فكرة الشخصية بتدور حوالين عيل مراهق عبقري بشكل غير طبيعي في مجالات الفيزياء والتكنولوجيا، وهائم بحب أبطال الخارقين وتحديدا مستر انكريدبل. بودي ما كانش عايز فلوس ولا كان عايز يخرب، كان كل حلمه في الحياة إنه يتقبل إنه بطل حياته وبطل المدينه يبص له بنظره تقدير ويقول له انت ليك لازمه معايا. كان بيصنع ادوات تكنولوجيه عشان يعوض بيها عدم وجود قوه خارقه طبيعيه عنده، زي الاحذيه النفاثه اللي بتخليه يطير عشان بس يلحق بمستر انكريدبل في مهماته ويكون المساعد بتاعه. وهنا بتيجي النقطه المفصليه اللي صنعها البطل بنفسه. مستر انكريدبل في الفتره دي كان من اوج مجده وغروره، كان شايف ان شغل الابطال ده شغل عمالقه فقط، وكان شايف العيل ده مجرد ازعاج وطفل صرصار بيعطل حركه السير وبيتدخل في حاجات اكبر منه. في ليله اللي تدخل فيها بودي عشان يساعد مستر انكريدبل في القبض على الشرير بومفويد، الموضوع باخ وساعة الاحداث. بدل ما مستر انكريدبل ياخد العيل على جنب بعد الموضوع يخلص ويفهمه بهدوء واسلوب تربوي ان دي مخاطره على حياته وانه يقدر يعمل كده، بس ده مش المكان بتاعه حاليا. الرد كان قاسي وشديد الجفاف. مستر انكريدبل احبطه وهزقه وقالها له صريحه وبمنتهى البرود: انا بشتغل لوحدي. الرد ده ما جاش من اي حد، ده جه من الشخص اللي كان الصوره المعلقه على حيطه اوضته ليه، والشخص اللي كان بيبتسم لما يشوف صورته في المجلات. في اللحظه دي العقليه العبقريه الصغيره دي اتكسرت. الحب الشديد والولاء المطلق اتحولوا في ثانيه واحده لكره دفين وحقد ما بيرحمش. والعقل العبقري ده بدل ما يتوجه لتطوير مجتمعه اتجه للانتقام الهيكلي من فكره الابطال الخارقين نفسها. سيندروم غاب سنين طويله واشتغل على نفسه بعزيمه مريضه، استغل عبقريته في انه يبني امبراطوريه اسلحه وتكنولوجيا، وبقى ملياردير عن طريق بيع السلاح للسوق السوداء والمنظمات. كل ده عشان يمول مشروعه الاكبر في جزيرته المعزوله. من مشروع كان عباره عن تطوير روبوت ذكي جدا كان بيستدرج الابطال المتقاعدين او الخفيين واحد ورا التاني الجزيره بحجه مهمات تدريبيه عشان الروبوت يقضي عليهم. وفي كل مره الروبوت يغلب بطل سيندروم يطوره اكتر عشان يضمن انه يقضي على البطل اللي بعده. وقمه الفلسفه الشريره عند السيندروم بتتجلى في خطته النهائيه، وهو انه مش عايز يقتل الابطال، هو عايز يلغي مفهوم البطل الخارق من جذوره اصلا. والمسافه قصه السيندروم ان البطل مستر انكريدبل هو اللي زرع النبته دي بايده. جلفته وغروره وعدم مراعاته لمشاعر طفل معجب عبقري عملت لنا اخطر شرير واجهته العيله دي، تاي لونج من كونج فو باندا. كم اعشق الكلام عن تاي لونج. قصه تاي لونج هي واحده من اعظم الكتابات في تاريخ افلام الانيميشن، لانها بتسلط الضوء على قضيه نفسيه وتربويه غايه في الخطوره. عواقب التربيه القائمه على الانعكاس النفسي للتوقعات العاليه وغياب الدعم في لحظات الخذلان. القصه بتبدا لما المعلم شيفو بيلاقي طفل يتيم فهد صغير متروك على عتبه القصر. شيفو ما تعاملش معاه بس كمعلم، ده تبناه واحبه كابن، ودي كانت النقطه اللي تسببت في كل الكوارث اللي جت بعد كده. شيفو شاف في تاي لونج الشغف والموهبه، فقرر يحط فيه كل احلامه وطموحاته الخاصه، وبدا يدربه يوميا من صغره على فنون الكونج فو. وكان في كل حركه وكل تمرين بيغرس في ذهن الطفل ده فكره محدده: انت مش اي حد، انت مقدر ليك تكون التنين المقاتل، انت الاعظم. تاي لونج كبر وهو ما يعرفش حاجه في حياته غير القتال وغير ارضاء ابوه ومعلمه شيفو. كبر وهو شايف ان قيمته الشخصيه كانسان وككائن ملخصه في القيمه دي انه يوصل للقب تنين المحارب وياخد اللفافه اللي مقترنه باللقب ده. شيفو غرس جواه الكبرياء والغرور بدون ما يعلمه تواضع وبدون ما يربيه على ان الفشل او الرفض وارد في الحياه، او ان حب الاب مش مشروط بكونك الافضل في الملعب. اليوم الموعود جه واجتمع المعلم الاكبر اوجواي عشان يقيم تاي لونج ويسلمه اللفافه. اوجواي بحكمته وشفافيته بص في قلب تاي لونج وشاف الداركنس وشاف الغرور وشاف رغبه في القوه لاجل القوه نفسها، وشاف ان رغبته في اللفافه مبنيه على استحقاق اعمى مش على صفاء روحي. بناء على ده اوجواي رفض يمنحه اللفافه وقال له بكل بساطه لا. في اللحظه دي العالم كله انهار فوق راس تاي لونج، بس الصدمه الحقيقيه والكسره اللي حاولته الشرير ما كانتش من رفض اوجواي، كانت من رد فعل شيفو. تاي لونج بص لشيفو مستني الاب اللي ربى ووعد ودعم، مستنيه يدافع عنه ويقول له اوجواي انه تعب وتدرب سنين، او على الاقل يجي ياخده في حضنه ويقول له انه فخور بيه مهما حصل. لكن شيفو سكت. شيفو وجه مستسلم
من لقرار اوجواي وما نطقش بكلمه واحده، والسكوت ده كان بمثابه اعدام نفسي لتاي لونج. هو حس ان كل السنين اللي فاتت كانت كذبه، وان حب ابوه ليه كان مشروط بالوصول للقب ده، ولما اللقب ضاع الحب والتقدير ضاعوا معاه. تحول الحب والولاء في لحظه واحده لغضب عارم وغل كاسر، وتاي لونج هاجم القريه ودمر كل حاجه تقف في طريقه، وحاول ياخد اللفافه بالقوه والدم. ولما شيفو حاول يوقفه تاي لونج ما قدرش يخلص عليه في النهايه بسبب بقايا المعزه، لكن شيفو نفسه ما قدرش يكسر رجله او يقضي عليه بسبب حبه القديم ليه، لحد ما اوجواي تدخل وشل حركته وتم سجنه في سجن شورغوم المشدد تحت حراسه مئات الحراس وسلاسل من الحديد. ولما تاي لونج هرب بعد 20 سنه ورجع للقصر، المشهد المواجهه بينه وبين شيفو كان قمه الدراما. تاي لونج ما كانش جاي بس عشان لفافه، كان جاي يتحاسب، كان جاي بيصرخ في وش شيفو بيقول له انا عملت كل ده عشانك، كل تمرين، كل كسر عظم، كل نقطه حرق كانت عشان اخليك فخور بيا، وانت عملت ايه لما اوجواي قال لا؟ مين اللي وقف جامد؟ مين اللي قال ان مش التنين؟ انت. شر تاي لونج مش نابع من رغبه اصليه في الايذاء، هو ناتج مباشر عن معلم وبطل بين قوسين شيفو اللي ما عرفش يربيه باسلوب متوازن. ملك الجليد او سايمون باتريكوف من وقت المغامره. قصه سايمون هي واحده من اشد القصص حزنا ودراما في تاريخ الكرتون، لان الشرير هنا ما تحولش شرير بسبب قسوه او اهمال مباشر، بل بسبب التضحيه والحب والدافع البطولي لحمايه غيره. والمتسبب الرئيسي في مساره دي كانت الطفله الصغيره مارسيلين ومسؤوليته تجاهها في عالم منهار بعد حرب العقول مشروم وور او حرب الفطر. سايمون في الاصل كان عالم اثار بشري محترم ومثقف جدا، عايش حياه طبيعيه ومرتبط ببنت اسمها بيتي. وفي يوم من الايام اشترى تاج اثري قديم من بائع في شمال ايطاليا لمجرد المزاح، لكن التاج ده بيحمل سحر جليدي قديم ولعنه مدمره. ولما سايمون لبس التاج اول مره بدا يشوف هلاوس وبشره جسمه تتغير ودرجه حرارته تنزل، وده خلى خطيبته بيتي تخاف منه وتهرب وتخسره اول حاجه بيحبها. وبعد ما الحرب دمرت العالم سايمون بقى عايش في الخراب وحده، وهنا قابل الطفله مارسيلين وهي تايهه وسط الحطام. سايمون بصفته الراشد الوحيد في حياتها وبطلها الحامي اخذها تحت جناحه وبقت هي كل دنيته. والمشكله ان العالم كان مليان وحوش وتهديدات، وكان سايمون كل ما يواجه خطر محقق يهدد حياه مارسيلين يضطر يلبس التاج السحري عشان يستغل قوته الجليديه في حمايتها والدفاع عنها. وتاج ما كانش بيدي قوه ببلاش، كل مره سايمون كان بيلبسه فيها التاج كان بياكل جزء من عقله ومن ذكرياته ومن انسانيته. سايمون كان عارف تمن كويس جدا، عارف ان كل ما يلبس التاج بيقرب خطوه انه يفقد عقله تماما وينسى اسمه وهويته، بس في كل مره كان بيحط التاج على راسه كان بيعمل ده وهو عارف انه بيضحي بنفسه وبمستقبله عشان مارسيلين تعيش يوم كمان. ومع الوقت السحر استولى عليه بالكامل وتحول لون بشرته الازرق وكبر انفه وطالت لحيته البيضاء، والمأساة الاكبر انه نسى هو مين ونسى بيتي ونسى حتى مارسيلين نفسها. اتحول لملك الجليد الشرير المعتوه والمجنون اللي بيخطف الاميره تلو الاخرى في ارض اوه عشان حاسس بفراغ ونقص جواه مش فاهم سببه، ومحبوس في مشاعر عزله وجنون دايم. الجن المأساوي الحقيقي بيظهر في حلقه ريمبر يو لما مارسيلين بتحاول تفكره بنفسها وبتطلع ورقه كتبها سايمون زمان وهو بيحارب لعنه التاج قبل ما يتجنن بكامل، وكتب لها فيها مارسيلين سامحيني على كل حاجه بس التاج ده بيخليني انسى وانا محتاج استخدمه عشان احميكي، بس كل ما بتستخدمه بضيع اكتر، ارجوكي افتكريني لما انسى نفسي. وشخصيه ملك الجليد شريره بالتصرفات الظاهريه، بيخطف بيجمد بيضايق فين وجيك، لكن اصل الشر ده هو بقاء قلب بطل ضحى بعقله ووجوده عشان يحمي طفله يتيمه في وسط عالم مدمر. ولا تسالني عن رايي فسايمون باتريكوف هو بطل اصلا وقت المغامره الحقيقي. لورد جارمادون من نينجا جو. قصه تحول جارمادون للشر هي مثال حي على القضيه القايمه على الخطا الصغير من البطل والتستر عليه. البطل المتسبب هنا بشكل مباشر هو اخوه الصغير المعلم وو. في البدايه جارمادون وو كانوا اولاد معلم سبنجيتسو الاول، وكانوا عايشين بيتدربوا مع بعض والامور ماشيه تمام. في يوم من الايام وهم اطفال بيلعبوا وبيتدربوا بالسيوف، سيف وو وقع منه ورا السور الدار وخاف يروح يجيبه او يعترف بغلطته، فطلب من اخوه كبير جارمادون انه ينط السور ويجيب له السيف. جارمادون كاخ كبير بيحب اخوه وبيحميه سمع كلامه ونط السور عشان يساعده، وهو بيدور على السيف في الزرع اتفاجئ بافعى عظمى وهي لسه صغيره وعضته في ايديها، والعضه دي ما كانتش عضه عاديه، كانت محقونه بسم الشر المطلق. هنا بتيجي غلطه البطل اللي هو المعلم مو، بدل ما يروح يبلغ ابوه فورا باللي حصل او يصارح الكل عشان يلحقوه يعالجوا جارمادون من السم قبل ما ينتشر في عروقه، الخوف والتردد خلوه يسكت ويكتم السر، وسم الافعى بدا يشتغل في جسم جارمادون بالبطيء، وعلى مدار سنين طويله السم كان بيغذي جواه افكار الغضب والغيره والظلمه، وبيحاول تدريجيا من اخ حنون وصادق لشخص عدواني ومظلم. والمأساة كبرت لما كبروا في السن والسم استولى على جارمادون بالكامل، ولما حاول يستولى على اسلحه السبنجيتسو الذهبيه واضطر يواجه اخوه. وفي المعركه دي جارمادون وقع في العالم السفلي وجسمه اتغير وبشرته بقت سودة وعينيه حمراء
حمراء وطلع له 4 أذرع وتحول للورد جارمادون الشرير الأعظم اللي بيهدد عالم نينجاجو كله. والمرة في قصة جارمادون إن كل المعاناة والحروب والدمار اللي حصل في نينجاجو والانقسام اللي حصل بين الإخوات كان أصله طفل وهو خاف يتحمل مسؤولية سيفو اللي واقع وسكت عن الجريمة اللي اتسبب فيها لأخوه وترك السم ينهك قلب وجسد أخوه كبير لحد ما قضى على إنسانيته تماما. دكتور هينز من فارس وفادي أكتر شرير الناس بيحبوه وبيصعب عليهم، وأكتر شرير ما بعرفش انطق اسمه الكامل اللي هو دوفينشي ميرتز حاجة زي كده. المهم إن دكتور هينز ما اتولدش شرير ولا كان عنده رغبة مريضة في أذية الناس. هو اتولد في قرية صغيرة اسمها غيلغامشتن في أوروبا الشرقية، وحياته من يوم ولادته كانت عبارة عن سلسلة لا تنتهي من الإهانة والتجاهل. يوم ولادته نفسه والده ووالدته ما حضروش، لا والأدهى من كده إن والدته كانت بتتمنى تخلف بنت، ولما جابته أجبر إنه يلبس هدوم بنات طول فترة طفولته. والأمر ما وقفش عند تجاهل، ده وصل للإساءة المباشرة. لما العيلة خسرت قزم الحديقة بتاعهم، أبوه أجبر هينز الصغير إنه يقف مكان القزم في الحديقة طول الليل والنهار، وممنوع يتحرك أو يتكلم تحت البرد والمطر عشان يحمي الحديقة من سوء الحظ. وفي نفس الوقت كان بيشوف والديه بيفضلوا أخوه الأصغر روجر عليه في كل حاجة، وبيدوه كل الحب والاهتمام وبيشجعوه لحد ما بقى رئيس البلدية. بينما هينز اتساب للشارع، حتى لما حاول يبتكر ويشارك في مسابقات العلم كان دايما بيتهزم ويتهان. وكل العقد النفسية دي تراكمت في عقله وتجسدت في رغبة واحدة إنه يثبت للعالم كله إنه موجود وليه قيمة ويقدر يسيطر على منطقة 3 دول بالكامل عشان يعوض مشاعر العجز والإهانة اللي عاشها وهو طفل. والشر عنده هو محاولة صراحة الانتقام من ماضيه، كل آلة شريرة باختراعها واللي دايما بتكون وراها قصة خلفية مأساوية متعلقة بطفولته. بالرغم من كل الأجهزة القاتلة والشريرة اللي بيعملها، لأنه جواه طفل مكسور كل اللي كان عايزه هو كلمة تشجيع أو حضن من أبوه وأمه. والمفارقة إن بالرغم من كل الشر ده طالع أب حنون جدا وبيهتم ببنته فينيسيا وما بيحبش يكرر معاها اللي والده عملوه فيه. سبوت من سبايدر مان اكروس ذا سبايدر فيرس، قصة الدكتور جوناثان اون او نيل من ستيفن يونيفرس. برغم اني مش بحب اتكلم عن الكرتون ده، لكن بما اني شفت الفيلم الخاص بستيفن يونيفرس واللي كان فيه شخصية مثيرة للاهتمام جدا وهي سبينيل، فخلينا نتكلم عنها. سبينيل اتعملت في الاصل من قبل الدايموندز عشان تكون الرفيقة المثالية لبينك دايموندز، ودي هي والدة ستيفن. وظيفتها الوحيدة ودستور وجودها في الحياة كان انها تبهج بينك وتضحكها وتلعب معاها. وسبينيل ما كانش عندها اي افكار شريرة ولا حتى قدرة على الفهم المعقد لكره، كانت عبارة عن كتلة من الحب المطلق والولاء الأعمى والبراءة الصافية، وشكلها وتصميمها كان شبه شخصيات الكرتون القديمة المليانة حيوية وطاقة. والمأساة بدأت لما بينك دايموند أخذت أول مستعمرة ليها وهو كوكب الأرض. بينك حست إنها كبرت على اللعب والألعاب الفردية وبقت شايفة سبينيل مجرد طاقة مفرطة وإزعاج ما بقاش يناسب مقامها الجديد كقائدة مستعمرة. بدل ما تصارحها بالحقيقة أو توديها مكان تاني تعيش فيه بكرامتها، قررت تتخلص منها بأكثر طريقة قاسية ومريضة ممكن تتخيلها. بينك أخذت سبينيل لحديقة المعلقة وقالت لها احنا هنلعب لعبة جديدة وممتعة جدا اسمها الوقوف بثبات. طلبت من سبينيل تقف في مكانها وما تتحركش ولا تتكلم لحد ما ترجع لها. سبينيل بحسن نية وولاء مطلق وقفت مبتسمة ومستنية بينك ترجع. وتفتكر كده بينك دايموند سابتها قد ايه؟ لا مش كتير، ما تخافش، حوالي 6000 سنة، واللي كانوا عبارة عن جحيم صامت. سبينيل وقفت في نفس النقطة في نفس الحديقة المهجورة تتفرج على الكواكب وهي بتدور والسنين وهي بتعدي، ومستنية بينك ترجع تاخدها، وما اتحركتش الشبر واحد لانها كانت خايفة تخسر اللعبة او تزعل بينك منها. والصدمة القاتلة حصلت بعد 6000 سنة لما وصلت لها الرسالة لأبعاد المذاعة لكل المجرة. بينك دايموند مش بس مش راجعة، دي تخلت عن هويتها وقادت حرب وتوفت وانجبت ابنها ستيفن، وسايبه ابنها يعيش سعيد مع اصحابه الجدد على كوكب الارض. في اللحظة دي عقدة اللعبة اتفكت في دماغ سبينيل واستوعبت المأساة. بينك ما نسيتهاش بالخطأ، بينك رمتها وهجرتها تماما. والحب والولد المطلق يتحولوا في ثانية واحدة لجنون وغل وانكسار نفسي ما يتوصفش. قلبها اتكسر بالمعنى الحرفي، شكلها الخارجي اتغير، الوانها الزاهيه بهتت، وخطوط كحل اسود سالت تحت عينها شبه الدموع المتجمده، وتحول شكلها من شكل العروسه الباهجه لشخصيه مظلمه وانتقاميه. وشر سبينيل هو الصرخه الاحدث في تاريخ الكرتون عن نتائج الاهمال وتخلي، وعن ازاي بطله زي بينك دايموند اللي العالم بيشوفها مخلصه للارض كانت في نظر شخص تاني الوحش الحقيقي اللي دمر حياتها وعقلها بدون اي رحمه. وكده خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش بقى اكتب لي اي حاجه انت عايزها في كومنتات، كمان لايك والاشتراك، اعمل لي فولو على انستا لو عملت، فانت اخويا والله العظيم. اشوفك الفيديو الجاي في حفظ الله.